مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتري نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم القشبركة يناقش قضايا الإدارة وتنفيذ برامج التنمية. مؤسسة خدمات القوس تخرج عدد من أعضائها المتدربين. خدمات طب الأسنان في إقليم القشبركة تسهم بشكل كبير في التغطية الصحية. الصين تحذر أمريكا والفلبين واليابان من اللعب بالنار. كوبا تشيد باجتماع من وفد أمريكي وتتمسك برفع الحصار. اليابان توافق على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة. مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. عقد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي اجتماعا موسعا في 16 من أبريل مع الهياكل الإدارية والهيئات الحكومية وممثلي المزارعين في مديرية فورت الساوا لبحث سير العمل الإداري وسبل تنفيذ برامج التنمية. وخلال اللقاء قدم السفير محمود توجيهات تفصيلية بشأن آليات العمل الإداري، إضافة إلى استعراض الترتيبات المسبقة للأنشطة الزراعية. وشدد حاكم الإقليم على أهمية تعزيز تنظيم القرى وتحسين تحصيل الإيرادات الحكومية إلى جانب توسيع برامج التوعية الضريبية، داعيا إلى تكثيف الاستعدادات الزراعية بما يشمل تجهيز الأراضي وتحسين إدارة الموارد المائية ومعالجة أوجه القصور في هذا القطاع عبر تطبيق رقابة فعالة. وفيما يتعلق بقضايا استخدام الأراضي، أوضح السفير محمود علي حروي أن أي معالجة للمشكلات المرتبطة بالأراضي الزراعية أو السكنية والتجارية يجب أن تستند إلى وثائق قانونية واضحة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة. من جانبه أوضح المدير المؤقت لمديرية فورت الساوا السيد أراجاي مبرختو أن الجهود مستمرة لتنفيذ البرامج التنموية والإدارية الصادرة على مستوى الإقليم من خلال تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتفعيل الهياكل التنظيمية حتى أدنى المستويات. خرجت مؤسسة خدمات القوس والسفر الإريترية عدد من أعضائها الذين تلقوا تدريبا نظريا وعمليا لمدة 9 أشهر. وصرح مسؤول قسم الإدارة والمالية للمؤسسة سيد بيتروس روسوم على الرغم من أن التدريب ركز بشكل عام وأساسي على مهارات القوس، شمل أيضا أساسيات قيادة القوارب والملاحة البحرية وتقنياتها عامة ومهارات أخرى ذات صلة، شاكرا كل من ساهموا في إنجاح البرنامج ولا سيما القوات البحرية الإريترية. وحث القائم بأعمال رئيس أركان القوات البحرية الإريترية العقيد أحمد محمد علي المتدربين على المساهمة في استكشاف الموارد البحرية الهائلة في إريتريا من خلال تطوير مهاراتهم عبر العمل والجهود المتواصلة. وفي الختام تم توزيع الشهادات والجوائز على المتدربين والمتفوقين منهم. ثمت الإشارة إلى أن إدخال خدمات طب الأسنان بمستشفى بارنت الإقليمية المرجعي والمستشفيات الأخرى علاوة على الارتياح الذي أحدثه لدى المرضى ساهم بشكل كبير في الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية. وقال الدكتور ولد يوهنس المدير المؤقت لفرع وزارة الصحة بإقليم القشبركة لوكالة الأنباء الإريترية أن خدمات طب الأسنان ومن خلال تحسين جودة الخدمات الطبية وخلق بيئة يمكن للمستفيدين فيها الحصول على المساعدة الطبية بما يتجاوز الخدمات الأساسية يتم تقديمها بانتظام في مستشفى بارنت المرجعية الإقليمية ومستشفيات تساني وقردات. وقال الدكتور بيتروس سياسو طبيب الأسنان في مستشفى بارنت المرجعية أن علاج الأسنان كان يقتصر في السابق على المستشفيات الكبرى في البلاد، وكان على المواطنين السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج، وقد بدأ البعض يبدي اهتماما أقل بها بسبب بعد المسافة، مشيرا إلى أن تزويد المرافق الصحية بالمعدات اللازمة والقدرات البشرية أسهم في ازدياد عدد العملاء بشكل مضاعف. وأضاف أنه يتم حتى الآن تقديم خدمات مثل خلع الأسنان وإصلاحها وإصلاح الفك وتقويم الأسنان، بالإضافة إلى تركيب وإصلاح الأسنان، مشيرا إلى أن ذلك خلق ارتياحا كبيرا لدى المستفيدين. وفي الختام قال الدكتور بيتروس أن عدم المداومة على نظافة الفم واستهلاك السكريات بكثرة من الأسباب الرئيسية لأمراض الأسنان، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع النصائح الصحية المقدمة. بادر طلاب مدرسة سويرة الثانوية بمديرية صنعاء في 20 من أبريل إلى التبرع ب 160 كيس دم لإثراء محتوى بنك الدم الوطني. وقال رئيس جمعية المتبرعين بالدم في المديرية الأستاذ برهان يوهنس بعد أن أشاد بالمبادرة أن الجهود تبذل لتشميل أنشطة التبرع بالدم موظفي الحكومة وقطاعات أخرى من المجتمع بعد أن كانت مقتصرة على الطلاب حتى الآن. وقال أن التبرع بالدم لا يضر بل يعود بالمنفعة.
حاثا بضرورة تصحيح المفهوم الخاطئ حول التبرع بالدم، وعلى كل مواطن المشاركة بوعي في إنقاذ الحياة. وقال منسق التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الإريتري السيد عقبة يوهنس: بما أن الحوادث والأمراض تحدث فجأة، فإن حفظ الدم لأغراض إنقاذ الحياة يلعب دورا هاما في الحد من أسباب الوفاة، داعيا على العمل بجد لغرس ثقافة التبرع بالدم في المجتمع. وقال الطلاب الذين تبرعوا بالدم بأنهم سيواصلون مبادراتهم في المستقبل لأنها تريح ضمائرهم. شهدت مديريتي أصمات وقلب إقليم عسبة تنظيم فعاليات أسبوع المدارس، والتي تضمنت أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية بمشاركة واسعة من طلاب المدارس. ففي مديرية أصمات شارك نحو 900 طالب وطالبة يمثلون 15 مدرسة في الفعاليات التي شملت مسابقات في المعلومات العامة والخطابة والابتكار، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية. أوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة بفرع التعليم بمديرية أسماط الأستاذ سليمان محمد إبراهيم أن البرنامج جاء متكاملا بهدف تنمية قدرات الطلاب في مختلف المجالات. من جهته أشار مسؤول التعليم بمديرية أسماط الأستاذ إبراهيم أكد بأن أسبوع المدارس يهدف إلى تعزيز القدرات الذهنية والبدنية لدى الطلاب وإبراز مواهبهم، إلى جانب ترسيخ روح التنافس الإيجابي بينهم. وقد توجت مدرسة جاني الابتدائية والإعدادية بالمركز الأول. وفي سياق متصل، احتضنت مديرية قلب فعاليات مماثلة تحت شعار بناء جيل متشبث بالهوية الوطنية، حيث شهدت تنظيم مسابقات تعليمية وثقافية ورياضية اتسمت بالحيوية والتفاعل. وأكد مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في المديرية الأستاذ سرقي قبر مريم أن هذه الفعاليات تشهد تطورا ملحوظا عاما إثر آخر، خاصة في الجانب الثقافي. من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمديرية السيد برهاني كحساي بمستوى المشاركة والأنشطة المقدمة من الطلاب، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى تعزيز دعمها لهذه البرامج بما يسهم في تطويرها مستقبلا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأنا فيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. حذرت بكين الولايات المتحدة واليابان والفلبين من اللعب بالنار بعدما بدأ آلاف الجنود من البلدان الثلاثة مناورات عسكرية سنوية مشتركة. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية جو جايكون للصحفيين ردا على سؤال بشأن المناورات والتذكير البلدان المعنية بأن ارتباطها بعضها ببعض بشكل أعمى باسم الأمن لا يشبه إلا باللعب بالنار، وسيعود في نهاية المطاف بنتائج عكسية عليها. وأرسلت الصين مجموعة من السفن الحربية للقيام بمناورات المحيط الهادئ في خطوة تتزامن مع مشاركة اليابان أول مرة في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة والفلبين، مما يبرز تصاعد التوترات بين طوكيو وبكين. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن البحرية الصينية أرسلت قوة مهام بحرية للعبور بين جزيرتي أمامي أوشيما ويوكواتي وإجراء تدريب في غرب المحيط الهادئ، وفقا لبيان أصدرته قيادة المسرح العملياتي الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني. كشف مسؤول في وزارة الخارجية الكوبية أن وفد بلاده بحث مؤخرا خلال اجتماع عقد في العاصمة هافانا مع مسؤولين أمريكيين رفع الحصار النفطي المفروض على هذه الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، في لقاء يتزامن مع احتدام التوتر بين الطرفين. وقال المسؤول عن الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكوبية أليخاندرو غارسيا ديل تورو أن الطرفين لم يحددا مواعيد نهائية أو يوجها تصريحات للتهديد خلال الاجتماع الذي وصفه بأنه اتسم بالاحترام. ويوم الجمعة الماضي ذكر موقع اكسيوس أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى زار كوبا في الأسبوع السابق، وقال أن المسؤولين الكوبيين أمامهم فرصة محدودة لاعتماد الإصلاحات التي تدعمها الولايات المتحدة قبل أن تدهور الأوضاع. جاء الاجتماع بين الجانبين على وقع تصاعد التوتر بين كوبا والولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بالاستيلاء على كوبا، وأشار في أحدث تصريح له إلى أن واشنطن ستنتقل بعد الملف الإيراني إلى كوبا. صادقت اليابان على إلقاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعاتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق إفادات وكالة أسوشيتد بريس. وتسجيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب. وقالت تاكايتشي أن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلية كمحرك للنمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان لعملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة. أعلنت الحكومة التشيلية أن تشيلي والولايات المتحدة وقعتا اتفاقيات بشأن التعدين والأمن، وحضر مراسم التوقيع في سانتياغو مسؤولون من كلا الحكومتين، من بينهم وزير الخارجية التشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، والاقتصاد دانيال ماس، وسفير الولايات المتحدة لدى تشيلي براندون جود. وكانت تشيلي والولايات المتحدة قد أعلنتا الشهر الماضي عزمهما بدء مباحثات حول العناصر الأرضية النادرة وأنواع أخرى من المعادن الحيوية بهدف تنسيق التمويل العام والخاص لمشاريع التعدين وإدارة الخردة لإعادة تدوير المعادن واستكشاف مشاريع جديدة من شأنها تعزيز إمدادات المعادن في كلا البلدين. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حاكم إقليم القاشبركة يناقش قضايا الإدارة وتنفيذ برامج التنمية. مؤسسة خدمات القوس تخرج عدد من أعضائها المتدربين. مبادرة للتبرع الطوعي بالدم في مديرية صنعاء. الصين تحذر أمريكا والفلبين واليابان من اللعب بالنار. كوبا تشيد باجتماع مع وفد أمريكي وتتمسك برفع الحصار. اليابان توافق على إلقاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.